ده حقيقي. بالنسبه للهواء نفس الفتره برضو، ان هو عادي ممكن يرجع تاني يلعب. المراحل اللي بيمر بيها الرباط في, هي في اي جسم انسان هي واحده، هي صح واحده. ماشي. لكن في واحد بيقول لك انا مش هلعب كوره تاني، تمام صح، ده يعني حقيقي. انا همارس بس جيم او هروح العب بدل او هجري جري خفيف، حاجات زي كده. ده ممكن يأهل 6 شهور ونقول له على برنامج يمارسه بعد ما يخلص تأهيل عشان خاطر ما يحصلوش مشاكل. خلينا نتكلم برضه في نقطه مهمه جدا مرتبطه بمعظم الناس اللي بيخلصوا رباط صليبي بعد 9 شهور او بعد سنه. اثبتوا علميا ان العضلات بتخس بنسبه 40% بعد ما بيخلص تأهيل، اثناء فتره الريكفري، او خلاص بقى ان هو خلص تأهيل وبيرجع تاني للملعب. وده نتيجه ان الاشارات العصبيه اللي جايه من المخ لغايه العضلات اللي فيها المشكله ما بتبقاش لسه ستيبل، ما بتبقاش لسه ثابته وبشكل سليم. فقال لك انك لازم على الاقل تتمرن مرتين في الاسبوع لمده 2 على الاقل، عشان خاطر العضلات بتاعتك تكتسب الاشارات العصبيه بشكل سليم، ويبقى فيه حجم عضلي مناسب او سليم زي الرجل السليمه. ولازم ننوه ان احنا نهتم بالرجل السليمه زي المصاب. يعني الناس كتير جدا بعد ما بيرجعوا من عمليه الرباط الصليبي بيرجع يحصل له اصابه في الرجل السليمه.